قصتنا بتبتدي سنة 1954 مع العالم الفيزيائي المشهور جي روبرت أوبنهايمر، وهو موجود في غرفة صغيرة وبيتسأل عن ماضيه كأنه يعني في محاكمة. وأول سؤال وجه له: هل كنت مبسوط في الدراسة في جامعة كامبريدج؟ مبسوط؟ لا، أنا مكنتش مبسوط. أنا مكنتش بنام نهائيا، دايما كنت ببص على السماء وخصوصا النجوم، وفكري مشغول بالذرات. وحتى وأنا في الجامعة ما شعرتش بأي ارتياحية. مرة وأنا في المعمل الدكتور باتريك بلاكيت هزاني قدام كل الناس ورفض حضوري لمحاضرة الدكتور لينيلز بور، وهو عارف إن دي أكتر محاضرة أنا بستناها. ومن كتر الحقد اللي جوايا من ناحيته أخدت التفاحة اللي هو متعود يفطر بيها وحقنتها بمحلول بوتاسيوم علشان تبقى مسممة. ولما روح روبرت فكره كان مشغول جدا، ومن تأنيب الضمير صحي بدري جري على المعمل علشان يرمي التفاحة المسممة. لقى الدكتور لينيلز موجود هناك وقال له: حلو السؤال اللي انت سألته امبارح، بس شكلك مش مرتاح هنا. بص، لو عايز تدرس فيزياء الكم بأريحية روح ألمانيا. وكان لسه الدكتور هيقطم من التفاحة راح أوبنهايمر رماها على طول في الزبالة وقال له: دي مسوسة. المهم روبرت ما كدبش خبر وراح جري على ألمانيا، وابتدى يحضر محاضرات كتيرة عن ميكانيكا الكم. ومش في ألمانيا بس، كان برضه بيتجول في أوروبا. كان بيسعى إن هو يحصل على درجة الدكتوراه في أسرع وقت ممكن. ومن الحاجات اللي ساعدته هي المحاضرات اللي كان بيلقيها في هولندا، اللي من خلالها قابل إيزيدور روبي. ده واحد أمريكي زيه بالظبط، نفس الظروف وحابب ميكانيكا الكم، وتصاحبوا هما الاتنين على بعض. وفي يوم تاني قابلوا عالم الفيزياء النظرية هايزنبرج، لأن ده واحد من ملهمين أوبنهايمر. وبعد الرحلة الطويلة من التعلم والتعليم رجع أوبنهايمر لأمريكا علشان يدرس نظرية الكم، لأن في الوقت ده ما كانش حد مهتم بالجزء ده خالص في أمريكا. وبالفعل بدأ أول المحاضرات بتاعته، لكن للأسف ما كانش فيه غير طالب واحد اسمه جيوفاني لومانتيز. بس رغم الصعاب الواحد بقوا 2 والاتنين بقوا 4 لحد ما وصل لفصل كبير وجمهور محترم. وكان في مجموعة شيوعية أوبي كان بيتعامل معاهم، وأوبي ده اختصار لأوبنهايمر. المهم الدكتور لورنس حذره من التجمعات اللي زي ديت علشان دي بتجيب سمعة وحشة، لأن وجهة نظر الأمريكان إن الشيوعيين بيعتبروا روس ودول أعدائهم، خصوصا إن الحرب العالمية التانية كانت شغالة في الوقت ده. لكن كان في أفكار كتير شاغلة بال أوبنهايمر في الوقت ده، زي مثلا لو النجم مات، خصوصا لو حجمه كان كبير، في الأول هيبرد، بعد كده هينهار، والجاذبية بتاعته هتبقى مهولة، دي ممكن تبلع حتى الضوء. وكان بيعرض النظرية ديت على أخوه، فقال له: طب هي النظرية دي ممكن تتحقق في الحياة الواقعية؟ قال له: بص، هي الرياضيات بتقول إن هي ممكن تتحقق، بس أنا شغلي كده يعتبر شغل وهمي، بقدم نظريات ما بتفيدش الناس بأي حاجة. فكان بينصحه، قال له: لو عايز فعلا نظرياتك تبقى في الحياة وتتاخد على محمل الجد انضم للحزب الشيوعي. وفي الوقت ده بينضم لينا واحدة من أكتر الشخصيات اللي هتبقى قريبة لروبرت، وهي جين، اللي بالمناسبة شيوعية، لكن بالرغم من كده هو حبها. وفي قعدة رايقة مع الشباب أوبي كان بيتمنى إن هو يربط ما بين فيزياء الكم وولاية نيو مكسيكو، لأن الولاية دي قريبة جدا لقلبه. بنيجي لواحد اسمه ألفاريس وهو بيجري المعمل الفيزياء، واليوم ده كان فاصل في حياة روبرت، لأنهم عرفوا إن في عالمين في ألمانيا شطروا نواة اليورانيوم، وأوبي قال لهم ده مستحيل نظريا، لكن بنتفاجئ إن ألفاريس عملها عمليا في المعمل. والأمر ببساطة إنهم بيفجروا النيوترونات ذات الذرة، لكن مش كل النيوترونات، بيحددوا عدد معين ويوجهوا عليه الطاقة اللازمة، لأن النيوترونات الملتهبة هتنقل الطاقة لباقي النيوترونات، وساعتها هيكون في طاقة كافية لشطر ذرات اليورانيوم الأخرى، يعني هيحصل سلسلة تفاعلات. وهنا جت فكرة القنبلة النووية لأوبنهايمر. وكل ما أوبي يفكر إن هو يسيب الحزب الشيوعي بيلاقي صعوبة كبيرة، لأن هناك الناس كانت بتقدره وبتحترمه، وكمان ساعدوه في نشر نظرية الثقب الأسود في الجرايد. لكن وهم بيحتفلوا بالإنجاز دوت وجدوا خبر تاني محزن: هتلر احتل بولندا وقصف بعض المدن، وبيقول يا إما الانتصار يا إما الموت. عمنا أوبنهايمر زي ما تقول هو عالم كبير ودماغه عالية، لكنه بتاع نسوان. يعني فاكرين جين اللي حبها؟ قرر يسيبها وراح لكيتي، عالمة أحياء متجوزة، هو طلقها من جوزها وكون معها أسرة. وعلى الرغم ان دي حركة قذرة في جين وجوز كيتي، إلا إنها أفادت كل الأطراف.
لأن كيتي بتحاول تطلع من الحزب الشيوعي زي أوبي بالظبط، وكمان جين كانت داخلة في مرحلة اكتئاب ومش بتفكر خالص في الحب، والعلاقة ما بين كيتي وجوزها مش أحسن حاجة. قبل ما نكمل الحكاية لازم ندرس واحدة من أهم الشخصيات اللي في الفيلم كله، وهي ستراوس. في بداية الفيلم بتيجي لقطة لستراوس في المحكمة وهو ضد أوبنهايمر، بيشهد إن هو مع الشيوعيين وبيسرب معلومات سياسية. بس الغريبة إن ستراوس في البداية كان محترم أوبي جدا، وكمان كان عايزه يشتغل معاه، لكن أوبنهايمر كان متكبر وأهان ستراوس في كذا لقطة، يعني كان بيستهزأ بآرائه أمام العامة. وفي مرة أينشتاين كان عند ستراوس في الحديقة وأوبي كان موجود، فستراوس قال له تعالى معرفك على ألبرت أينشتاين. قال له ده صاحبي أنا عارفه من زمان، استأذني أنا عايزه في كلمتين. المهم راح اتكلم معاه، ولما خلصوا ألبرت مشي من عند ستراوس غضبان، فعمنا ستراوس فكر إن أوبي كان بيتكلم عليه بشكل وحش قدام أينشتاين. فمع تكرر الأحداث اللي زي ديت ستراوس كان شايل جامد جدا من أوبنهايمر. نرجع لأحداث القصة مع العقيد جروفيز وهو بيعرض وظيفة إدارة مشروع منهاتن على أوبنهايمر. قال له على الرغم من إنك متكبر وبتاع نسوان وأناني، إلا إن في ناس كتير رشحتك للمنصب دوت. قال له طب مفيش أي صفات حلوة زي العبقرية مثلا؟ قال له كل علماء الفيزياء بيتميزوا بكده، فدي مش حاجة جوهرية فيك يعني. فبعد ما أخد الكلمتين دول في جنابه، أوبنهايمر طلب منه إن هما لازم يشتغلوا في مكان هادي وفي سرية تامة علشان المشروع ينجح في أسرع وقت. فقال له اختار مكان، فقال له نيو مكسيكو في لوس أليموس، وقال له إن هو يبني مدينة منعزلة فيها كل حاجة. وابتدى أوبي يجمع صفوة العلماء للبدء على مشروع القنبلة النووية، ولازم يخلصوها في أقرب وقت ممكن، لأن ألمانيا سبقاهم ب 18 شهر، ولو النازيين وصلوا للسلاح النووي قبليهم هتلر هيخرب الدنيا. فبالفعل أوبي جمع جالاكتيكوس العلماء وابتدوا فعلا في المشروع. لكن العالم إدوارد تيلر استوقف العصف الذهني اللي كانوا عاملينه بورقة من المعادلات للتفاعلات اللي ممكن تحصل، بيوضح فيها إن سلسلة التفاعلات ممكن تستمر على طول لدرجة حرق الغلاف الجوي، وده ممكن يدمر كوكب الأرض تماما. فأوبي راح جري على أينشتاين علشان يتأكد من الحسابات، فألبرت اتصدم وقال له بصراحة أنا مش هفهم أكتر من علماء الفيزياء النظرية اللي في المشروع بتاعك، فلازم تتأكد منهم، وإلا كوكب الأرض يا إما هيولع على إيديك أو على إيد هتلر. فبالفعل النتائج أثبتت إن تيلر كان غلط، ونسبة حدوث الكلام دوت قريبة للصفر. والكلام ما طمنش أوبنهايمر، لأنه قريبة للصفر معناها إن في احتمالية ضعيفة جدا إن الدنيا تولع، لكن الإدارة الحكومية أمرت بإكمال المشروع. فرجعوا العلماء للتناقش مرة تاني في كيفية عمل القنبلة. فالفكرة الأولى كانت إطلاق حزمة قابلة للانشطار داخل كورة أكبر من نفس المادة للوصول للمرحلة الحرجة، والفكرة التانية هي وضع متفجرات كتير حوالين الكورة هتخليها تنفجر للداخل مكونة طاقة أكبر. فالمجموعة اتفقت على الفكرة التانية، لكن تيلر كان معترض كالعادة وشايف إن القنبلة الهيدروجينية هتكون أكثر فتكا من النووية بكتير. بنرجع لستراوس اللي بالمناسبة في وقتها كان رئيس هيئة الطاقة الذرية، وهو مجتمع مع علماء المشروع وقال لهم إن فكرة السلاح الفتاك وصلت للاتحاد السوفيتي، واللي هي فكرة القنبلة الهيدروجينية، وده معناه إن في جاسوس في لوس أليموس. فأوبي بيطمنه وبيقول له إن فكرة القنبلة الهيدروجينية غير علمية. قال له إزاي؟ ده تيلر هو اللي مقترحها. قال له بص، تيلر أفكاره غير علمية وصعب جدا إن إحنا ننفذها. وفي نفس الوقت اللي مشروع منهاتن كان شغال فيه، كان في بعض من العلماء في شيكاغو جربوا التفاعلات المتسلسلة بالفعل. فأوبي راح يشوف بنفسه علشان يفيد المشروع، والموضوع ده أغضب العقيد جدا لأنهم روحوا من غير أمره. ولما بنرجع لغرفة المحاكمة، الهيئة بتطالب بشهادة العقيد جروفيز، وسألوه على رغم علمك بسوابق أوبي الشيوعية دخلته في المشروع ليه؟ قال لهم أوبنهايمر محل ثقة كبيرة وأداؤه في لوس أليموس أكد لي ده، فهو مستحيل يخون بلده. فاكرين جيوفاني لومانتيز أول طالب حضر محاضرات أوبي في أمريكا؟ للأسف أوبي دعاه إن هو يشوف المشروع، ولومانتيز ده شيوعي. وبعد كده أوبنهايمر قابل جين لأنها كانت في مرحلة صعبة من الاكتئاب، وقال لها إنه مش هيقدر يشوفها تاني علشان هي شيوعية، والحاجتين دول شوهوا صورة أوبي أمام الهيئة أكتر. لكنه أكد لهم إنه مشافهاش تاني لأنها للأسف انتحرت بسبب الاكتئاب الشديد. أوبي بيتقابل مع العقيد باش وبيتفاجئ إن ده الرئيس الأمني للمشروع، فبيعاتب العقيد جروفيز وبيقول له إزاي معرفش حاجة زي دي.
والعقيد جروفيس ما كانش عايزه يقابل باش أبدا لأنه متعصب جدا ضد الشيوعيين بالذات. الراجل لما عرف إن لومينيتس راح للمشروع كان عايز يخطفه ويستجوبه، فالعقيد جروفيس كان خايف على أوبي. بنيجي للعقيد باش وهو في غرفة الاستماع، وكان بيتكلم إن أوبنهايمر له علاقة كبيرة بالشيوعيين، لكنه ما كانش يعرف عنه معلومات كتير لأن العقيد جروفيس نقله من الخدمة اللي هو فيها للخدمة في لندن. فالحمد لله الدنيا عدت على خير. كان في حفل كريسماس مبكر معمول في لوس أليموس للعاملين على المشروع، ونتفاجئ بزيارة عالم مهم جدا وهو لينيلز بور قدوة أوبي. اوبنهايمر كان فرحان جدا إن بور هيشتغل معاهم، لكن لينيلز قال له إن هو مش جاي علشان يساعد. انت يا أوبي تقدر تعمل مشروع لوحدك، بس أنا عايز أفهمك إنك مش داخل على سلاح جديد، لا انت داخل على عالم جديد، والناس هتحترم إنك عطيتهم القوة الكبيرة دي، لكن خد بالك دي قوة مدمرة للعالم، والنازيين مش هيوصلوا للقنبلة النووية زي ما الحكومة فاكرة، فما فيش داعي إنك تكمل، أو على الأقل توضح للقيادات إن السلاح ده معمول لإنهاء الحرب. وفي وسط ما بور بيتكلم جت مكالمة موت جين لأوبي، ولما عرف في ساعتها انهار لأنه لام نفسه. أكيد أنا السبب، سبتها في أدنى مستوى نفسي ليها، سبتها في أكتر وقت كانت محتاجاني فيه، أنا اللي خليتها تنتحر، أنا اللي خليتها تموت نفسها. لكن في وسط الساعة اللي هو فيها كيتي عطته حتة كف طرش خلته يرجع لوعيه. ده رئيس مشروع القنبلة النووية لازم يكون متماسك، وللأسف اللي كنا خايفين منه حصل. في آخر اجتماعات للعلماء اللي في المشروع الدنيا مكانتش مظبوطة، كل واحد بيرمي الشغل على التاني ومش واخدين الأمر على محمل الجد، لدرجة إن تيلر قال لهم إن هو هينسحب من المشروع. ولما حس أوبي إن الدنيا بتقع منه لم الأفكار المتبعثرة ورجع النظام تاني للمجموعة. لما بنرجع للمحاكمة بيظهر اتهام جديد إن أوبنهايمر بيحاول يفشل القنبلة الهيدروجينية، فردا على الاتهام دوت قال لهم أنا ما قلتش إنها مش هتنفع، أنا بقول إن في صعوبات تقنية فيها، والفكرة إن ستراوس كان مصمم إنها وصلت لروسيا، ولو عملوها قبليهم هنموت، لأن القنبلة الهيدروجينية أقوى ب10 مرات من الذرية. وفي القاعة الرئيسية للمحاكمة القاضي بيسأل ستراوس ليه اتهمت أوبنهايمر بتخريب السلاح الفتاك؟ قال لهم مش أنا اللي اتهمته، ده الأستاذ بوردن. طب هو الأستاذ بوردن عرف يوصل لملف أوبنهايمر إزاي وهو أصلا مش شغال في الحكومة؟ ودي كانت ثغرة كبيرة بتدل إن في حد أرسل ملف أوبنهايمر ليه في الخباثة. وبعد كده تيلر أدلى بأقواله إن أوبنهايمر من أكثر الناس المخلصين للولايات المتحدة الأمريكية، وأنا هفضل في صفه لحد ما يوجد دليل قاطع على عكس الكلام دوت. طبعا زي ما احنا عارفين إن هدف صنع القنبلة الذرية أو النووية هي إيقاف هتلر، فلو هتلر مات هل المشروع هيكمل؟ الإجابة للأسف أوبنهايمر صمم على إكمال المشروع، على العلم إن ألمانيا خلاص انهزمت، لكن المشروع كمل بحجة هجوم اليابان الشرس. قال لهم اليابان مش هتهدى ولا هتقف غير لما يكون معنا سلاح قوي نعرف نهددهم بيه، لكننا أكيد مش هنستخدمهم عليه. فبالفعل بدأ العد التنازلي لتجريب القنبلة النووية، وفي اجتماع القوات أوبنهايمر وضح إن مجرد نجاح التجربة هيخلي اليابان تنسحب، لكن القوات رفضوا الكلام دوت وقالوا له إن اليابان مستحيل تنسحب غير لما نرمي عليهم القنبلة، وده كلام نهائي. والكلمة دي نزلت على أوبنهايمر زي السيف، لكن ما باليد حيلة، ده أمر من القوات العسكرية. وعلشان يجربوا القنبلة لازم يكونوا على مسافة بعيدة والجو يكون حلو ومن غير رياح علشان النشاط الإشعاعي ما يوصلهمش. ولما الميعاد النهائي اتحدد للأسف اليوم ده كان فيه مطرة وكان فيه هوا شديد جدا، لدرجة إن في بعض من العلماء قالوا إن القنبلة هتفشل فما ينفعش نضربها النهاردة. لكن أوبنهايمر قال لهم أول ما العاصفة تهدى شوية هنجرب على طول، أنا مش هضيع اليورانيوم و4 سنين من التعب و2 مليار دولار كده في الهوا. وهما بينتظروا العاصفة تهدى العقيد جروفيس كان بيسأله على نسبة نجاح القنبلة النووية. بنسبة كبيرة هتنجح، بس أنا خايف من التفاعل المتسلسل لأنه لو استمر هنموت. يعني أنت عايز تفهمني إن بدوسة الزرار دوت ممكن نولع كوكب الأرض؟ بص الاحتماليات أقرب للصفر فما تقلقش. لا قريبة للصفر إيه؟ لو صفر يبقى كويس. المهم العاصفة بالفعل هديت وجت لحظة الحقيقة، الكل أخذ موقعه وبدأ العد من دقيقتين.
النظارات والألواح جاهزين للحماية من النور الساطع. ومع وصول العداد للصفر سقطت أول قنبلة نووية في التاريخ. هدوء تام بيحل، انتظار توقف التفاعل المتسلسل، لهفت النظر على الإنجاز الإعجازي. بالفعل القنبلة النووية نجحت، وعلى عكس كل الناس اللي فرحانة، جي روبرت اوبنهايمر قال المقولة المشهورة بتاعته: الآن أنا أصبحت الموت، مدمر العوالم. أوبي دلوقتي بيحاول بكل الطرق إيقاف خطة رمي القنبلة على اليابان. ده حتى قال لهم إن إحنا ممكن نرميها من ارتفاع عالي علشان الانفجار يحصل في الجو، وده هيقلل كتير من الأضرار. لكن الحكومة قالت له: أنت شغلانتك خلصت لحد كده، الباقي سيبه علينا وإحنا هنكمله. وجه اليوم المشؤوم، قصف مدينة هيروشيما وناجازاكي، اللي أدى لمقتل وتفحم الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف. واللي هرب من الانفجار كان بيموت في خلال أيام أو أسابيع نتيجة النشاط الإشعاعي القاتل. وفي ظل احتفال الحكومة الأمريكية بنهاية الحرب العالمية الثانية، طلبوا من أبو القنبلة الذرية اللي هو طبعا أوبنهايمر إنه يقول كلمتين نظرا للنجاح الكبير اللي هو حققه. أوبي كان واقف على المنبر وما كانش مبسوط أبدا باللي حصل، كان مضطرب جدا لدرجة إنه كان بيتخيل الناس اللي في القاعة وهم بيتفحموا وبيتحرقوا، والمنظر كان مرعب. وتكريما لروبرت، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترومان قرر يقابله شخصيا، وقال له: بعد النجاح الكبير اللي في لوس أليموس هتعمل إيه؟ أنا من رأيي إن إحنا نقفل المدينة خالص لأن الحرب خلصت. والكلام ده ما عجبش الرئيس، قال له: مش بدل ما تقول لي نبني المدينة أكتر ونخليها تزدهر علشان نقدم أسلحة أقوى تقول لي نقفلها؟ بص يا أوبي، أنت اللي عملت القنبلة، لكن ما تلومش نفسك على اللي حصل في اليابان، أنا اللي أمرت برمي القنبلة. بنرجع لستراوس وهو في المحكمة علشان يناقشوا هل هو مؤهل إنه يمسك منصب في الوزارة ولا لأ. وبعد كلام كتير، المحامي اللي مع ستراوس قال له: أنا دلوقتي جه في بالي فكرة، ليه ما تكونش أنت اللي بعت ملف أوبنهايمر لبوردن؟ وفي الأول ستراوس أنكر، لكن بعد كده اعترف له في الغرفة لوحديهم، وقال له: واحد زي دوت لازم يتشيل من المنصب اللي هو فيه، ده شيوعي وكمان كان بيحرض العلماء عليا. يا راجل، ده أينشتاين مرضيش يبص عليا في وشي بعد الكلام اللي قاله أوبنهايمر عليا. وفاكرين تيلر لما استجدع مع أوبنهايمر وقال له إنه مخلص للبلد؟ سألوه سؤال نهائي: هل تبرئ أوبنهايمر اليوم ولا لأ؟ قال لهم: إني أفضل وجود المناصب الكبيرة في البلد لواحد يكون متحكم في نفسه أكتر من أوبنهايمر. طبعا دي تعتبر خيانة لواحد من أكتر أصدقاء ليه. ومع تأزم الأحداث أكتر وأكتر، موقف أوبنهايمر بيسوء، خصوصا إن الشخص اللي بيوجه له الاتهامات هو روجر روبرت، وده أصلا من تعيين ستراوس. فمن الآخر كده، غرفة الاستماع دي عبارة عن خطة كبيرة معمولة ضد أوبي، بسبب إن ستراوس شايل من آخر مرة أوبي أذله أمام الكونجرس عشان هو كان بياع جزم في وقتها. ففي آخر الأمر الحكومة حكمت إن أوبنهايمر مواطن مخلص لبلده، لكن كل الصلاحيات للعمل في الحكومة هتتسحب منه. وكده ستراوس قرب يوصل للهدف الكبير بتاعه، وهو التعيين كوزير في البلد. لكن بنتفاجئ إن في شاهد أخير وصل المحكمة، وهو العالم هيل. قال لهم إن ستراوس واحد من أكتر الناس المعروفة بالإخلاص ونزاهته، وكمان هو يحب البلد. لكن أنا متأكد إن كل العلماء في البلد مش هيكونوا عايزين واحد زي دوت يكون في الوزارة. وهنا كانت الصدمة، كل الناس اللي قاعدين في القاعة مش مصدقين اللي هيل قاله. وعلشان هيل كان عارف كل حاجة، فضح ستراوس قدامهم، قال لهم إن هو اللي سرب ملف أوبي البوردن، وكمان هو اللي عين روجر في غرفة الاستماع، وكل ده علشان مشاكل شخصية بينه وما بين جي روبرت اوبنهايمر. وحتى لما أوبي اتكلم مع ألبرت أينشتاين، كل اللي قاله: فاكر ورقة المعادلات اللي عطيتها لك؟ شكلها هتحصل، أنا حاسس إن أنا ولعت في العالم، الحرب النووية بدأت وشكلها مش هتنتهي. وعلشان كده ألبرت أينشتاين كان غضبان جدا وما ردش على ستراوس. فلما الحكومة بتعرف الحقيقة وقد إيه ستراوس شخصية سطحية وخبيثة، منعوه من منصب الوزارة، وده كان أكبر إذلال في تاريخ ستراوس كله. ومع مرور السنين، أوبنهايمر بيتكرم على كل العلم اللي قدمه للعالم، وعلى الرغم إن هو ندم جدا على بنائه القنبلة الذرية، لكن الندم ما كانش كفاية. وبكده نكون خلصنا قصة أوبنهايمر أبو القنبلة الذرية. وطبعا دي قصة حقيقية، وكل حاجة اتذكرت في فيلم أوبنهايمر حصلت فعلا. وعلشان تفهم القصة أكتر وتستمتع بيها، حاول تبحث شوية عن الشيوعيين والنازيين وقصة الحرب العالمية التانية. وبرضو أنا سايب لكم لينك الفيلم في الوصف علشان لو عايزين تشوفوا الفيلم بتفاصيل أكتر. وفي النهاية بنطلع بحكمة مهمة، إنك مستحيل تحصل على السلام بصنعك لسلاح فتاك.
فأتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وطبعا ما تنسوش الاشتراك علشان هيكون في فيديو جديد كل يوم اثنين وخميس الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة. وبس كده، مش هرغي تاني، كان معكم جيو، وأشوفكم في قصة جديدة. سلام.